ركز معايا بقى يا صديقي عشان الفيديو ده مهم جدا جدا جدا. يا ريت تحفظه عندك او لو عرفت تنزله عشان هتحتاجه. 3 اسباب لسجود السهو مالهمش رابع، يا زياده يا نقص يا شك. زياده مثلا انك تزود ركوعين، يعني تركع مرتين في الركعه الواحده. زياده مثلا برضو انك تسجد 3 مرات بدل مرتين في الركعه الواحده، او انك تزود قيام، تقف بدل ما تقعد او تقعد بدل ما تقف كده يعني. لو عملت اي حاجه من الحاجات اللي قلت لك عليها دي، زودت في صلاتك، بتسجد للسهو بعد السلام مش قبله، لان انت زودت اصلا في صلاتك، فما ينفعش يجتمع زيادتين مع بعض. طيب الحاله الثانيه اللي هي حاله النقص، هكون نقصت حاجه في صلاتي، هنا بتسجد للسهو قبل السلام، لان اصلا الصلاه ناقصه فانت بتجبرها بالزياده. والنقص مثلا زي ان انت تنسى التشهد الاول، او تقول سبحان ربي الاعلى في الركوع، تقول سبحان ربي العظيم في السجود، او تنسى احد التكبيرات ما عدا طبعا تكبيره الاحرام، لان تكبيره الاحرام ركن من غيرها مفيش صلاه. طبعا كلنا عارفين الفرق ما بين الركن والواجب، هقولهم بسرعه كده. الركن هو ما لا تصح الصلاه بدونه ولا يستغنى عنه ولا يسقط سهوا، والواجب ما يجب فعله او قوله ولكن الصلاه تصح اذا سقط سهوا ويجبر بسجود السهو. ثالث حاله واخر حاله هي حاله الشك، ودي اغلبنا بيقع فيها. ومعلش انا تقلت عليك، الشك نوعين. شك بيحصل معاه ترجيح، يعني انا بقول والله لا انا برجح الناحيه الفلانيه دي سواء بالزياده او بالنقص. وهنا السجود برضو بيكون بعد السلام. زي ايه؟ زي الزياده. الله ينور عليك، انت مركز معايا. اديك مثال عشان تفهم. لو انت شكيت انك صليت 3 ولا 4، بس انت ترجح لديك انك صليت 3، يبقى تبني على ال3 وتصلي ركعه زياده وتسجد للسهو بعد السلام. طيب النوع الثاني من الشك، والله ده مفيش ترجيح، انا والله مش عارف صليت 3 ولا صليت 4، هنا بقى يا صديقي هتبني على اليقين. يعني ايه يقين؟ يعني انا شاكك صليت 3 ولا 4، خلاص ابني على ال3 اللي هو الاقل. تسجد بقى هنا للسهو قبل السلام. الخص لك بقى الموضوع في ثواني كده عشان عارف ان انت تهت مني. في الزياده بنسجد بعد السلام، في النقص بنسجد قبل السلام، في حاله الشك لو معاه ترجيح بنسجد بعد السلام، في الشك لو مش معاه ترجيح بنسجد قبل السلام. يلا يا رب يجعلنا من المحافظين على الصلاه والخاشعين فيها. يا رب تكون استفدت. السلام عليكم.